معظم اللعيبه لما بيتمرنوا لفترات طويله وما بيشوفوش نتائج بيفتكروا ان المشكله ان هم محتاجين يزودوا اوزان او عدات او يعملوا تمارين كونديشننج، بس السر اللي انت ما تعرفوش هو حلقه الربط ما بين كل الحاجات دي، وده اللي هنتكلم عليه النهارده في الحلقه الثالثه من فيل برايم بودكاست. فخليني ابتدي لكم بقصه. كان لعيب جالي من 6 شهور وكان بيتمرن جامد جدا، اوزانه تقيله، سرعته كويسه، وكان بيتمرن وعلى طول موتيفيتد، بس الغريبه انه ما كانش بيلاقي اي تطور ولا في السرعه ولا في تغير الحركه، وكانت اوزانه بتزيد في الجيم بس القوه دي عمرها ما اتحولت لاي حاجه تفيده جوه الملعب. وكل حد حواليه كان بيقول له انت محتاج تتمرن اكتر، محتاج تشيل اوزان اكتر، وهو فعلا كان عامل كل حاجه عليه، لحد ما احنا فهمنا ان احنا محتاجين نربط كل الحاجات دي، وده السر اللي انا بحكي لكم عليه، ومن هنا كل حاجه اتغيرت. واول حاجه في حلقه الربط هي تمارين الموبيليتي. ومعظم اللعيبه فاكره ان هم بيتمرنوا موبيليتي كويس علشان بيعملوا استرتشات دقيقتين او 3 قبل الماتشات او قبل التمرين، بس في الحقيقه المفاصل بتاعتك بتحتاج ان انت تحط عليها لود زيها زي العضلات بالظبط علشان تقدر تتطور. فلو انت مش بتعمل تمارين موبيليتي باوزان وبتحط لها ستراكشر واضح وثابت قبل كل تمرينه بتاعتك، فعمرك ما هتتطور. وخلي بالك انت لو جسمك ما فيهوش موبيليتي كويسه هيأثر جدا على سرعتك وتغير حركتك جوه الملعب. فمثلا لو انت الحوض بتاعك مش بيلف لجوه او مش بيعمل انترنال روتيشن مظبوط، هيخلي فتحه الحوض بتاعتك قليله، فبالطبيعي ان انت هتكون ابطأ جوه الملعب. ولو القفص الصدري بتاعك ما فيهوش مرونه كويسه، ده برده هيخلي جسمك مقتب لقدام وهيبطأ من سرعتك جوه الملعب. غير كمان الانكل لو ما فيهوش مدى حركي كامل، الانكل هو اول حاجه بتلمس الارض وانت بتجري. فمن الاخر اول حلقه ربط في جسمك او في التمارين هي تمارين الموبيليتي، فلازم تعملها بالطريقه السليمه، وان انت تحط لها تدريج في الاحمال وتحط فيها اوزان، مش بس استرتشات بسيطه قبل الماتشات او قبل التمرين. وحلقه الربط الثانيه، وده السبب رقم 1 اللي بيخلي معظم اللعيبه بطيئه جوه الملعب، وهو ان انتوا بتتمرنوا شبه لعيبه كمال الاجسام، بتعملوا ايزوليشن او بتعزلوا كل عضله لوحدها في الجيم، بتتمرنوا بتيمبو بطيء وعدات بطيئه وعدات كتير جدا، وبتوصلوا للفشل العضلي. وده مش اللي انت محتاجه خالص في الملعب. اللي انت محتاجه في الملعب ان عضلاتك يكون فيها الاستيك انرجي عاليه. بمعنى ايه؟ ان العضله تقدر تخزن طاقه وتطلعها بسرعه، فده هيجي من عدات سريعه وتمارين بلايومتريكس، وان انت تشغل جسمك كله مع بعض. فبدل ما تروح الجيم تتمرن كلاعب كمال اجسام، فكر في تمارين البلايومتريكس زي البوجو جامبس، ديبث جامبس، برود جامبس. التمارين دي اللي فعلا هتحسن الالاستيك انرجي بتاعتك وتطور من مستواك. وحلقه الربط الثالثه هو انك لازم تتعلم ازاي تجري صح وازاي تغير حركتك بطريقه مظبوطه، لان انت لو بتهدر طاقه في ان انت بتجري غلط او مش فاهم ازاي بتغير حركتك، ده هيبطئك جدا جوه الملعب. ففي 3 حاجات اساسيه لازم تفهمهم، هو التسارع والسرعه القصوى وتغير الحركه. التسارع هو اول 3 ل 4 خطوات انت بتعملهم اول ما بتيجي تجري، وده لازم يكون وضعيه جسمك مايله شويه لقدام، بتزق الارض بقوه، وبيكون الجراوند كونتاكت او الوقت اللي انت بتلمس فيه الارض بيكون اطول نوعا ما علشان تقدر تطلع فورس كويسه. وتمرين كويس جدا ممكن يحسن لك التكنيك بتاع التسارع هو الوول هيب درايف او باندد اكسلريشن سبرنت. اما بالنسبه للسرعه القصوى، انت بتحتاج يكون جسمك مفرود، الجراوند كونتاكت او الوقت اللي انت بتلمس فيه الارض يكون سريع جدا، وكمان يكون في ايقاع وتناغم وانت بتجري. والدريل يحسن لك قوي السرعه القصوى بتاعتك ان انت تسبرنت باقصى سرعه، وكمان تدخل تمرين زي البي اسكيب. اما تغير الحركه فده بيعتمد بشكل اساسي على ان انت تقدر تبطئ جسمك، فانت لازم تقوي من عضلاتك الخلفيه والاماميه، وتقوي جدا من معظم عضلاتك. اما ثالث حاجه وهي تغير السرعه، وتغير السرعه هو بيعتمد على ازاي انت بتقدر توقف جسمك، وعلشان توقف جسمك لازم تكون اربطتك وعضلاتك قويه، فلازم تدخل تمارين مقاومه انجلز شبه ان انت بتبطئ نفسك، وبعد كده تبتدي تدخل كل الحاجات دي مع بعض، التسارع، السرعه القصوى، وتغير الحركه، فكده جسمك يبتدي يفهم هو محتاج يعمل ايه لما ينزل الملعب. فلو انت لسه بطيء في الملعب او مش شايف تطور، لازم تدخل كل الحاجات دي مع بعض وتحط لينك ما بينهم، ان جسمك يكون مرن وفيه موبيليتي كفايه علشان ما تعطلكش وانت بتجري، عضلاتك تكون قويه وفيها الاستيك انرجي كويسه جدا، وفاهم التكنيك المظبوط بتاع كل مرحله من الجري او تغير السرعه، وبتحط التمارين المناسبه، مش بتختار تمارين عشوائيه من على النت، لا تمرين للمشكله اللي فعلا عندك. عشان مثال بسيط، لو انت عندك مشكله في التسارع وعمال تحط تمارين للسرعه القصوى، فانت هتفضل عندك نفس المشكله مهما حطيت افر، مهما حطيت عداد. ودي كده كانت نهايه الحلقه الثالثه من في البرايم بودكاست. استنوني في حلقه جديده علشان نقدر نغطي كل التوبكس اللي هتساعد الاثليتس والرياضيين في الوطن العربي ان يكونوا احسن. سلام.